ماذا يحدث في الوداد قبل مباراة الأهلي؟ شكوى جماهيرية وموقف الركراكي. أحداث مثيرة يشهدها نادي الوداد المغربي في ظل تجهيز الفريق لخوض مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 4 و11 من شهر يونيو القادم، سواء كانت أخبار سارة للفريق أو صدمات تعرض لها الفريق. شكوى من جماهير الوداد قبل مواجهة الأهلي. كشفت تقارير صحفية مغربية عن حالة من الغضب تنتابي الجماهير قبل مواجهة الأهلي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الدار البيضاء للقاهرة، مطالبين إدارة الوداد بضرورة التدخل وتوفير رحلات خاصة. غياب جديد مرتقب يضرب الوداد وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت المغربية، فإن الطاقم الطبي للوداد يقدر فترة غياب بن عيادة عن الميدان لأسبوعين إضافيين بعد الإصابة العضلية التي كان قد تعرض لها قبل أيام، وحرمته من السفر لجنوب أفريقيا للمشاركة في مباراة الإياب، ما يعني أن مشاركته في الذهاب النهائي أمام الأهلي ما زالت محل شك. وأضافت الصحيفة المغربية في تقريرها أن إسماعيل المرتجي سجل عودته إلى التدريبات الجماعية للوداد قبل مواجهة الأهلي بعد غياب دام أكثر من 10 أيام بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية. والركراكي يساعد الوداد. قالت صحيفة سبورت 7 المغربية أن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي قدم هدية للوداد باستبعاد لاعبيه من المشاركة في لقاء كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.